هاي ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده من اكتر الفيديوهات اللي كل البنات بتحبها عشان هنتكلم عن اللبس. مين بنت مش بتحب اللبس؟ اكيد مش موجود. في فيديو النهارده هنتكلم عن اساسيات اللبس للجامعه وللدروس ل 2025 للمحجبات وغير المحجبات، وهتنفع اكتر للمحجبات. وبس كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. دي البنطلونات الأساسية اللي تقريبا لازم تكون عندنا. أول حاجة هنبدأ بالوايد ليج. طبعا لازم ضروري ان احنا يكون عندنا بنطلون جينز على الاقل واحد، لان الجينز بيليق على كل حاجه. فانت ممكن تجيبي منه الوايد ليج، ممكن تجيبي منه البوي فريند، اي شكل بترتاحي فيه. بس انا عن نفسي بحب ان الحاجه تبقى وايد ليج، انها بتكون مريحه، مش هتضايقك لو قعدتي فتره طويله في الدروس او في الجامعه، مش هتزهقي، ما بتكونش ضيقه، مش هتحررك مليون حاجه يعني. فمثلا في الشكل ده كده اللي هو بيكون واسع من تحت شويه، بيكون فيه اللون الفاتح، ممكن تجيبي اللون الغامق، كل واحد وعلى حسب هو اللون اللي بيحبه وبيفضله وبيليق على اكتر اللبس اللي عنده. بس انا عن نفسي بحب اكتر اللي هو اللون اللي بيكون فاتح، عشان بحس ان هو بيليق على معظم اللبس. تاني بنطلون بحس ان هو من الالوان الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندنا هو البنطلون البيج. ليه بقى؟ لان في اطقم معينه كده بتكون عندنا لازم تحتاج بنطلونات فاتحه زي البيج او الابيض. طبعا الابيض ما ينفعش مع بهدله الدروس والجامعه وطالعين ونازلين، فنخلينا في اللون البيج الى حد ما هيكون بيستحمل البهدله وان احنا بنتحرك كتير وكده. فبحس ان اللون البيج ده من القطع والالوان الاساسيه لازم تكون موجوده عندنا. عايزه مثلا بقى تجيبيه وايد ليج، عايزه تجيبيه بوي فريند، عادي برضو. البوي فريند برضو بيكون واسع، فبالتالي مش هيبقى ضيق ولا هيزهقك من القعده وكده. برضو البنطلون الجينز الاسود بحسه من القطع المهمه جدا 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 عندنا، لان اساسا اي حاجه عندنا لازم نجيب منها اللون الاسود واللون الابيض واللون البيج، عشان بحسهم من الالوان البيزك اللي ينفع نلبس عليها كذا طقم. فبرضو البنطلون الجينز الاسود زي ما قلت ده من القطع المهمه قوي قوي. عايزه تجيبيها وايد ليج، عايزه تجيبيها بوي فريند، برضو عادي. ولكن يستحسن البوي فريند يعني في الاسود، عشان يليق على كل الحاجات اللي احنا مثلا ممكن نلبسها من فوق، حاجه واسعه، حاجه ضيقه، حاجه قصيره، حاجه طويله. فبحس ان البوي فريند من القطع اللي هي هتبقى اساسيه وهنستخدمها اكتر من الوايد ليج الاسود. اكتر البنطلونات فعلا اللي انا بحسها عمليه جدا ولازم تكون عندنا في فتره الدروس والجامعه هي البنطلونات اللي اسمها سويت بانز. ليه بقى؟ لانها بتكون هي اساسا بنطلونات رياضيه، يعني اللي هي اكتر بنطلونات هتبقى مريحه، عمليه، هتستحمل فعلا بهدله الجامعه، الدروس، المواصلات، طالعين نازلين. بحسها فعلا اكتر حاجه هتبقى عمليه. كمان بتكون واسعه كده، فبالتالي لو لبسنا عليها من فوق اي حاجه هتليق. لبسنا عليها قميص، عليها تي شيرت اوفر سايز، لبسنا مثلا جاكيت جينز، كل حاجه حرفيا هتليق عليها. فضروري يكون عندنا بنطلون من ده. كمان مهم قوي يكون عندنا بنطلونات قماش، زي مثلا البنطلونات دي بالوان برضو احنا نحبها، والوان برضو تكون عمليه ان احنا نلبسها على كذا طقم، زي برضو اللون الاسود او اللون الجري الفاتح ده. بحسهم فعلا بيكونوا مريحين، نقدر ان احنا نستخدمهم في اوقات كتير قوي واحنا مثلا في الجامعه، لو احنا مثلا هنقدم مشروع معين او اي حاجه من الحاجات دي اللي تبقي انت محتاجه ان انت تلبسي لبس فورمال. وفي نفس الوقت برضو هم اساسا دلوقتي بقوا نازلين ترند ان انت تلبسيهم بطريقه كاجوال، على قمصان وتحتيها بيزك، على جاكيت جينز، حرفيا بيلاقوا على مليون حاجه، بقوا المفضلين بتوعي. تاني حاجة بقى هنتكلم عليها من الجزء اللي تحت هي الجيبات. للأسف أنا ما عنديش جيبات، فمش هعرف أوريكم حاجة من عندي، ولكن الفترة الجاية قررت إن أنا أغير من ستايل لبسي لحد ما إن هو يكون مودست، فهجيب جيبات. فممكن مؤقتا إن إحنا مثلا نجيب جيبة لونها أسود، بحيث إن هي تليق برضو على معظم اللبس اللي عندنا، ونجيب برضو جيبة مثلا مشجرة بحيث إن هي تليق على البلوزات اللي بتكون سادة عندنا. بس كده. رابع حاجة بقى عندنا، وبجد لازم تكون أهم حاجة عندنا في الدولاب ونحاول إن إحنا نزود منها على قد ما نقدر، هي التيشيرتات البيزك. ليه بقى؟ لان انت كل ما كترتي الوان كل ما عملتي فعلا اطقم زياده. يعني مثلا لو انت لبست نفس التيشيرت او نفس القميص مع نفس البنطلون كل يوم، وغيرتي البيزك اللي تحت مثلا اللي بيكون باين مع مثلا لون طرحه مختلف، هتحسي ان انت كل يوم حرفيا بتلبسي طقم جديد. اهم لون طبعا فيهم هو اللون الابيض واللون الاسود. ولكن لو عندنا القدره ان احنا نجيب الوان زياده، فطبعا اول لون هنجيبه هو اللون البيج. بعد كده مثلا ممكن نجيب بقى الوان زي البيبي بلو او البينك مثلا وكده.
طبعا دول انا بحسهم بيزك جدا جدا جدا، اللي هم بيكونوا ابيض في اسود او ابيض في اسود برضه. مهم ان هم دول بحسهم بجد بيدوا شكل لطيف جدا جدا لاي حاجه بيتلبس عليه. لو اتلبسوا على قمصان ملونه، مش لازم ابيض واسود بس، ملونه، اتلبسوا مثلا على جاكيت جينز، اتلبسوا على اي حاجه، فعلا بيدوا شياكه جامده جدا. برضو اللون الجراي واللون الكحلي برضو من الالوان اللي بحسها حلوه قوي ولازم تكون موجوده عندنا، لان اساسا معظم لبسنا بيكون جنسات، فاكيد الكحلي هيليق عليه. ده بالنسبه اللي هو البيزك. طبعا بيكونوا كات، وبيكون بقى مثلا في الخامه دي اللي هي بتبقى مضلعه كده شويه، دي تحفه جدا جدا، كانت من شي ان. في بقى التيشيرتات، لو انت بقى مثلا عايزه تلبسي حاجات اللي هي مترقعه شويه او كده، او في نفس الوقت برضو ان انت مثلا لابسه طقم بيزك جدا ما فيهوش اي مثلا لون او روح، انت عايزه تضيفي له مثلا لون مطرقع كده يدي للاوتفيت بتاعك مثلا مود او كده، ممكن بقى تجيبي بيزك بالوان بوب كالر كده، زي الاصفر ده مثلا او الاحمر. بحس ان الاحمر ده بيدي شياكه جامده قوي لاي حاجه بتتلبس عليه، او مثلا الاورنج. بجد مهمين جدا 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 جدا. خامس حاجه ومن اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندنا هي التيشيرتات الاوفر سايز. ممكن تلبسيها لو انت كنت محجبه او غير محجبه، حتى لو هما بنص كم. يعني مثلا لو انت عندك حاجه زي دي بكم وانت محجبه او غير محجبه، هتعرفي تلبسيها عادي بكل سهوله. طيب مثلا لو انت عندك حاجه زي دي بتبقى اللي هي ايه تلتين كم كده، هتعرفي برضو تلبسيه بمجرد مثلا ان انت تجيبي معصم من اللي هو بيتلبس مثلا لحد هنا ده، هتعرفي ان انت تلبسيه وتلبسي عليه التيشيرت اللي هو تلتين كم ده، وايدك مش هتبان ولا اي حاجه خالص. طيب لو انت عاجبك مثلا تيشيرت زي ده بيكون نص كم، تلبسيه ازاي؟ عادي جدا برضو، عندك اتنين اوبشن. اول واحد ان انت ممكن تجيبي قميص ابيض او قميص بيج وتلبسيه تحته، وبجد بيكون تحفه جدا، واساسا الشكل ده طالع ترندي. تاني حاجه ان انت ممكن تجيبي حاجه زي المعصم، بس هو مش معصم، انا مش عارفه هو اسمه ايه، اسمه دراع باين. بيكون طويل كده لحد هنا، عشان برضو حتى لو الكم اللي انت لابساه واسع مثلا زي ده وجيتي رفعتي ايدك ولا حاجه، ايدك ما تبانش، بيكون طويل تقريبا لحد الكتف ولا حاجه، فبرضو بسهوله جدا تلبسي التيشيرتات الاوفر سايز النص كم. سادس حاجه وبجد من اكتر الحاجات اللي انا بحسها انها بتكون مهمه قوي عندنا سواء في الصيف او في الشتاء، هي الجواكت الجينز. بجد بتكون حلوه قوي وبتنفعنا في اي وقت حرفيا، فمهم ان هي تكون عندنا. ولكن يستحسن ان احنا لما نيجي نجيبها بنظام الاوفر سايز، لان هي بتدي شياكه اكتر للبس اللي احنا لابسينه. احنا ممكن نجيبه بالستايل اللي هو بيكون قصير ده، ممكن مثلا نلبسه على بنطلون وايد ليج، نلبسه مثلا على دريس، نلبسه مثلا على جيبه. فمهم ان هو فعلا يكون عندنا واحد زي ده يكون قصير. ممكن برضو يكون عندنا واحد من اللي بيكون طويل ده برضو اوفر سايز، لانه بحس بيدي شياكة اكتر لللبس. ممكن بقى يتلبس مثلا على ليجن، يتلبس مثلا على بنطلون ضيق، يتلبس برضو عادي يعني على بنطلون وايد ليج. في مليون حاجة ممكن الواحد يلبسها، سواء كان الحاجة طويلة او الحاجة قصيرة. طيب ساعات ببقى صاحي من النوم مثلا، او متأخرة على الدرس بتاعي، او متأخرة على الجامعة، فعايزة البس اي حاجة بسرعة، مثلا تي شيرت اسود وبنطلون اسود، وعايزة برضو ان انا البس حاجة فيها لون او كده. فمن الحاجات برضو بتكون لطيفة قوي يكون مثلا جاكيت جينز زي ده بس بلون مختلف كده، تحس ان هو لون مطرقع، اللي هو انا لبست حاجه بسرعه وفي نفس الوقت حاجه شيك وفيها لون كده، ما يبقاش ساده في ساده. فبحسها برضو ان لو احنا عندنا القدره يعني ان احنا نشتري حاجه مختلفه عن جواكت الجينز اللي هي بتكون بالالوان العاديه اللي هو الجينز بس، احنا مثلا ممكن نشتري بلون مختلف زي ده، بحيث ان هو يكون عندنا كاضافه يعني للدولاب، ولكن هو مش حاجه اساسيه طبعا. سابع حاجة واهم حاجة حرفيا لازم تكون موجودة في دولابك، حتى لو انتي مش هتجيبي اي حاجة من اللي فاتت دي، يبقى لازم 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 تجيبي الشميز الابيض. حرفيا ده اكتر حاجة بينفع في الصيف وفي الشتاء. في الصيف مثلا ممكن تلبسيه لوحده وتقفليه على اي بنطلون، ممكن تسيبيه مفتوح كده وتلبسي تحتيه اي بيزك من اللي انا وريتهم لك قبل كده. ممكن مثلا تلبسيه على دريس وتقومي مثلا جايه ربطاه من هنا. ممكن مثلا تلبسيه على جيبه تحطيه جوه الجيبه مثلا وتحطي عليهم حزام، حرفيا بيتلبس بمليون طريقه. وفي نفس الوقت برضو ممكن تلبسيه في الشتاء تحت مثلا اي هودي او تحت سويت شيرت او اي حاجه، وتطلعي الياقه مثلا من هنا وتنزلي نهايته كده، بحيث ان هو بيدي شكل كول كده. المهم ان هو بجد من القطع الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندك صيف وشتاء.
طيب زي ما قلت قبل كده ان اي حاجه نجيبها نحاول طبعا ان احنا نجيب منها الالوان الاساسيه اللي هو الابيض والاسود والبيج. فضروري يكون عندنا القميص الاسود ده لانه برضو بيليق على حاجات كتير جدا، والقميص اللي هو بيكون بيج. دول اكتر 3 الوان بجد لازم يكونوا عندنا، لان دول طول ما هم عندنا هنعرف نعمل بدل الطقم 100 طقم حرفيا. طيب لو احنا اساسا عندنا الابيض والاسود من قبل كده، او احنا مثلا اشتريناهم ومعانا الميزانيه ان احنا نجيب شميزات اكتر، لان الشميزات من اكتر فعلا القطع المهمه اللي لازم تكون موجوده عندنا بالوان كتير. مش لازم نجيبهم كلهم في نفس الوقت، ولكن يعني كل فتره مثلا ممكن نجيب لون. فمن المهم برضو يكون عندنا اللون مثلا البيبي بلو، اللون مثلا البيبي بينك ده بيكون بجد كيوت قوي على اي بنت بتلبسه. ممكن مثلا برضو نجيب اللون الاصفر، ده لوني المفضل. ممكن نجيب مثلا واحد زي الكاروهات، ده بيكون تحفه على اي بنطلون ساده مثلا من البناطيل القماش اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، مع تي شيرت ابيض تحت، بيكون موضوع ولا اروع. ممكن برضو مثلا نلبس حاجه اللي هي الشتات اللي هي بتبقى مقلمه دي، تبقى برضو شكلها حلو قوي وطالعه ترندي. وبس كده. هتكلم كمان عن البليزر، ولكن دي مش حاجه اساسيه لازم نجيبها واحنا داخلين الجامعه، ولكن فيما بعد ممكن نحتاجها واحنا مثلا بنقدم لمشروع معين، او مثلا احنا محتاجين ان احنا نروح الجامعه باي لبس فورمال. فمهم يكون عندنا مثلا واحد زي اللون البيج ده، او مثلا واحد من اللي هو بيكون لونه اسود. دي بحسها من الحاجات الاساسيه، بس مش في بدايه دخول الجامعه، ممكن قدام مثلا واحنا بنقدم المشروع بتاعنا او الحاجات اللي زي دي. طيب احنا ساعات بنصحى بنبقى فعلا مش قادرين ومش فايقين ان احنا نقعد ننسق لبس ونلبس ايه على ايه والوان ايه وكل الحركات دي. ففي حاجات احنا ممكن حرفيا نصحى من النوم نلبسها وننزل من غير اي تفكير. اول حاجه من الحاجات دي هي الجامب سوت او السوليبيتا، يعني الجينز دي بحسها بجد من اكتر الحاجات العمليه. احنا مثلا ممكن نلبس اي تي شيرت اي قميص وعليها الجامب سوت دي من اول فوق لحد تحت، وخلاص كده مفيش اي حاجة بتتلبس تانية وننزل على طول. برضو تاني حاجة احنا ممكن نعمل معاها نفس الموضوع ده، هي السوت اللي بتبقى كاملة على بعضها، اللي مثلا ايه تي شيرت مع البنطلون بتاعها كده، اللي هو مش هنفكر، احنا هنصحى من النوم نلبسهم وننزل. وفي نفس الوقت مثلا لو بالنا رايق او كده، ممكن البنطلون يتلبس لوحده على اي قميص تاني او اي تي شيرت تاني، وممكن برضو التي شيرت يتلبس على اي بنطلون تاني. فكده عملنا من ست واحدة بس 3 اطقم من غير ما نفكر في اي حاجة. فبجد من الحاجات المهمة والعملية، ونقدر نلبسها بكذا طريقة. كل القطع اللي اتكلمنا عنها كلها قطع اساسية، بس مش لازم ابدا ان احنا نجيبهم كلهم في نفس الوقت. كل فترة مثلا ممكن ان احنا نشتري قطعة او 2، ولكن كلها قطع احنا ممكن من حاجة واحدة بس منهم نعمل حرفيا كذا طقم. زي مثلا البنطلونات الوايد ليج، الجينز طبعا. احنا قلنا مثلا ان احنا ممكن نلبسها على بلوزة سادة، على بلوزة منقوشة، على مثلا قميص مفتوح، قميص مثلا مقفول، ممكن مثلا نلبسها على جاكيت جينز. وقيسي بقى على كده حرفيا كل حاجة، ان اي حاجة من دي احنا ممكن نعمل منها كذا طقم. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم تنسيقات لللبس بتاع الجامعه وللدروس، عشان برضو يديكوا افكار اكتر. لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.